في البداية طبعا حابب أشكر حضرتك وحابب أشكر رئيس البورصة المصرية على دعوتنا النهاردة والمناقشة المفتوحة في موضوع البورصة العقارية. لأن بصراحة أنا حتى واحد من الناس حابب أتعلم أكتر في هذا الموضوع وأفهمه أكتر عشان نقدر نعرف مزاياه وسلبياته. طبعا بوضوح شديد البورصة العقارية في تكاملها كمان مع الصناديق العقارية ومع الرقم القومي للعقار هتعمل نقلة في الايكو سيستم زي ما بيقولوا أو في منظومة التعامل مع العقار في مصر. تنوع الأدوات المالية وتنوع الآليات المالية ده شيء مفيد جدا ومطلوب على الدوام، لأن احنا دايما محتاجين أفكار جديدة زي ما احنا شايفين السوق عمال يكبر. فأعتقد إن السوق حجمه كبير جدا والسوق ده محتاج تنوع في الآليات، محتاج يبقى فيه فاينانشال انكلوسيف لكل الفاينانشال انكلوسيفيتي لكل الناس انها تقدر تخش وتشارك. فالبورصة العقارية هتتيح هذه الآلية. في بعض التحديات ما نقدرش نغفلها، أهمها موضوع التسجيل. يعني بلاحظ دايما ان اغلب المواضيع اللي بنتحرك فيها كقطاع عقاري دايما بيبقى عندنا حاجة اسمها موضوع التسجيل. فأتمنى ان موضوع التسجيل ينتهي، ان فكرة الرقم القومي للعقار تتنفذ، التسجيل يبقى سهل، التداول يبقى سهل، نقل الملكية يبقى سهل في 24 ساعة على سيستم على منظومة. الحاجات دي عايزين نعديها لان دي هتفتح لنا آفاق جدا احنا حتى مش متخيلينها. النهارده لما حد زي ما اتشرح النهارده كده يقدر يشتري على المشاع حصة في مجموعة عقارات في أماكن مختلفة، في أنشطة مختلفة، إداري وتجاري وفندقي، وممكن قدام شوية كمان يدخل السكني. دي آليات مهمة جدا وآليات كبيرة جدا هتساعد على تنشيط السوق العقاري. بالتالي ده هينعكس على السوق الأساسي البرايمري المبيعات، لأن هيبقى فيه خلاص العقار هيبقى بيدر عائد بصورة واضحة. البورصة العقارية كمان هتعمل لنا مقياس، هتعمل لنا ستاندرد نقدر نبقى عارفين تقييم العقارات ماشي ازاي في المناطق المختلفة، العوائد اللي العقارات دي بتدرها ازاي. بصراحة أنا شايف إن هو كنز وفايدة كبيرة جدا للقطاع العقاري المصري، وسعيد بالمومنتم وسعيد بالحركة وسعيد بالحوار المجتمعي اللي بيحصل في الموضوع، عشان قبل إصدار القانون أو القوانين المنظمة نكون غطينا كل النقط اللي تحقق طموحات المطورين وتحقق طموحات الناس اللي عايزة تستثمر في السوق ده. القطاع العقاري المصري شايفه ايه؟ انت طبعا متفائل جدا ان هو هيوصل التريليون بنهاية السنة دي 23 24، شايفه شكله؟ بصي، أنا شايف النمو اللي بيحصل في القطاع العقاري نمو فعلا ملفت للنظر. احنا السنة اللي فاتت 22 كنا بنتكلم ان 23 و24 فيهم تحديات، ثقة في الاقتصاد المصري، ثقة في السوق المصري، وجاذبية لفلوس احنا محتاجينها في مصر انها تيجي وتبقى موجودة في مصر. فاعتقد القطاع العقاري صامد وقوي وانا دايما متفائل بيه رغم التحديات. هو في الاخر ملاذ امن لينا كلنا. يمكن من النقاش اللي حصل النهاردة والكلام ده اتقال ان اي تحليل للعقار مقارنة بالدولار والذهب على مدى ال5 أو ال10 سنين اللي فاتت العقار هو اللي بيكسب. فبالتالي لا، العقار طبعا احنا على طول بنتكلم على طول. بصي، هو بصراحة السنة دي بالذات الدولة عملت كتير، في تيسيرات كتيرة تم الحصول عليها. أعتقد في موضوع مهم وأساسي، في موضوعين محوريين ما بنوصلش فيهم لحل رغم إن احنا اتكلمنا فيهم كتير. ففي البداية لازم أقول إن في تيسيرات كتيرة طلعت من دولة رئيس الوزراء ومن معالي وزير الإسكان وابتدينا نطبقها على فكرة. إنما الموضوعين اللي محتاجين يتحلوا التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، وده البنك المركزي محتاجين يبقى له دور معانا فيه، لأن ده هيفرق جدا في الإسراع بالمبيعات والإسراع بالتنفيذ في المشاريع. وموضوع تسجيل العقار، الموضوعين دول محوريين لأن هم بيسمعوا في حاجات تانية كتير. يعني عارفة لما تمشي في عدة طرق والطرق دي توصلك على النقط دي، فالنقطتين دول محوريين جدا. فأتمنى إن احنا نشتغل عليهم أكتر كقطاع عقاري بكل بقى الجهات اللي بتمثلنا مع الدولة ونوصل لنتيجة فيها قريبا إن شاء الله.